عمر امتى اكتر وقت حسيت فيه انك انت محتاج تكافئ نفسك؟ محتاج أكافئ نفسي. محتاج. السؤال الصعب، هنبدأ بأول سؤال لا لا صعب لا، ده كده. خد بالك، ده في اصعب من كده بكتير. أصعب من لا كده والله، ده سهل في ده يعني. في اصعب من كده بكتير، هي تبان لذيذه وفي لعبه. محتاج أكافئ نفسي. بص، أنا عادة عندي مشكلة. مم. أنا ما بعرفش أحس إن أنا عملت إنجاز. مم. يعني أنا قعدت اتكلمت معاك شوية برضو على اه، ما انا لسه هتكلم انت. مشاكل الحياة الأسرية. فأنا متعود إن مهما أنجزت أنت ما تقريبا ما بتعملش حاجة، ففكرة إن أنا كافئ نفسي دي مش موجودة عندي أوي. ايه ده؟ ليه ليه ما ليه ليه ليه؟ يعني دايما بحس إن أنا مهما عملت تحس ان انت ما عملتش حاجه، ولا تحس ان انت لسه يعني بص، في فرق ما بين ده، وجهه نظري مش قصدي يعني. في فرق ما بين حاجتين، ان انا نفسي اعمل الاحسن وكده، وفي فرق انا ما وصلتش لحاجه، انا مش تمام. هحكي لك قصة صغيرة كده. طبعا. انا في 5 ابتدائي طلعت الاول على فصلي، التاني على الدفعه. في السنه كلها كنت جايب يمكن 97% حاجه كده. ورجعت البيت فرحان فرحه بقى، انا ذاكرت السنه كلها، يعني امي كانت بتجلدني مذاكره. وراجع بقى لابويا بقى فرحان ان انا داخل له، ان انا جايب طلع الاول على فصلي والتاني على الدفعه يعني. فبص لي قال لي انت فرحان على ايه؟ قال لي first is first second is nothing. فمن وقتها وانا عندي احساس ان مهما عملت لو انا مش الاول انا ولا حاجه. واللي اكتشفته بقى مع السن ان مفيش حاجه اسمها الاول. يعني انت ممكن تكون الاول على فصلك هتبقى التاني على منطقه، لو الاول على منطقه هتبقى التاني على الجمهوريه، وبعدين يعني صعب قوي توصل ان انت تبقى الاول في حاجه. بس هي نفسيا خلتني دايما مش حاسس ان انا انجزت اي حاجه في حياتي. بس ده احساس وحش. ما هو مش يعني حلو. ده احساس وحش يعني مش قصدي حاجه، بس بيتهيألي، الله مش قصدي، بس بيتهيألي تصرف والدك في القصه دي ما كانتش صائبه من وجهه نظري انا، يعني لانه انا ابني ينجح ويوصل الاول ويجيب 97% وهو لسه في 5 ابتدائي، واقول له انت فرحان على ايه؟ بدل ما، مش قصدي يعني فاهم قصدك. لا انا انا بعتذر. تفكيري زيك. انا مقتنع باللي انت بتقوله. بس هو كان منطقه، هو يمكن كان عاوزني ابقى احسن، كان عاوزني اعمل مجهود اكتر. بس هي المشكله انها عملت عندي انا احساس ان انا مفيش حاجه هتبقى ليها قيمه غير لو انا الاول فيها. يو بودكاست مش مجرد كلام،